Hello my students. يلا نتعرف على punctuation marks، علامات الترقيم في اللغة الإنجليزية، ونعرف كمان نستخدمها صح. The capital letter بيكون في أول الجملة أو السؤال مع الكلمات المختصرة، لأن الكلمات المختصرة لازم تكتب بحرف كابيتال. وأمامنا اختصارات لكلمة دكتور وماستر والتلفزيون. الضمير I دايما يكتب كابيتال. بنكتب بحرف كابيتال أسماء الناس وأسماء البلاد وأسماء الأنهار The Nile River The Amazon، وأسماء القارات أفريكا آسيا، وأسماء البحار The Red Sea. The capital letter بيكون في أول أسماء الأعياد زي كلمة Christmas، شم النسيم، وعيد الفطر، وأيام الأسبوع، وشهور السنة. في ملحوظة مهمة لازم ناخد بالنا منها: فصول السنة لا تكتب بحرف كابيتال، وفصول السنة هي winter, spring, summer and fall. دي كوما زي الفاصلة في اللغة العربية، ومعناه إنها بتكتب على السطر. بنكتبها بعد ال yes والno. Yes I can swim. No he isn't a doctor. قبل الاسم المنادى لما بيكون في آخر الكلام. Open the door هبة. Where is your book عمر. وبتستخدم الكومة للفصل بين الصفات والأسماء المتعددة، يعني لما يكون في أكتر من اسم متتاليين أو أكتر من صفة ورا بعض. I like apples, oranges, figs and bananas. She is a tall, thin and pretty girl. وتستخدم كومة أيضا بعد الكلمات please, sorry, excuse me. Examples: Please be quiet. Sorry, I didn't hear you. Excuse me, this is my seat. بنستخدم كومة قبل كلمة please إذا كانت في آخر الكلام. Can you help me please؟ وبتستخدم الكومة أيضا في كتابة التاريخ بين الشهر والسنة. The question mark علامة الاستفهام بنستخدمها في نهاية السؤال. في نوعين من الأسئلة. النوع الأول بيبدأ بأداة استفهام Where is the park؟ النوع التاني هو yes or no question، وده بيبدأ بفعل Do you like apples؟ The full stop بتكون في نهاية الجملة We live in Egypt. ومع الكلمات المختصرة زي اختصار أيام الأسبوع وشهور السنة، وكلمات زي مستر ومسز ودكتور. The exclamation mark علامة التعجب بنستخدمها مع العبارات اللي فيها إعجاب وتحية ودهشة والاعتراض وعبارات الاستغاثة. Examples: Hi. Hello. Oops. Wow! Hey. Yes! What a great dress. Amazing. Sweet. Oh! Help! The apostrophe أول استخدام ليها عند اختصار الأفعال زي verb to be am, is, are، زي verb to have has and have، والأفعال would و will. Examples: I am an engineer. She is a teacher. They are at home. I have got a laptop. She's got a car. وهنا اختصار للفعل has. I'd like some tea. وهنا اختصار للفعل would.
will travel tomorrow. وهنا اختصار للفعل will. تاني استخدام مع اختصار كلمة not بتكون مع أي فعل منفي ما عدا am لأنها بتكتب بدون اختصار. I am not. Examples. Anne isn't at school. Jack doesn't like sports. We don't have a car. They won't go to the beach. تالت استخدام للأبوستروفي مع اس الملكية. مع الاسم المفرد بتكون قبل الاس، ومع الاسم الجمع بتكون بعد اس الجمع. Examples. That's Sarah's bag. These are the boys' books. Thank you for watching. أتمنى نكون استفدنا. Thank you and bye for now.